فإن النصر عند المؤمن في أن يحقق مراد الله عندما تأتي تلك البلاءات والمحن. في لحظات الكروب العظيمة نتساءل لأننا بشر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إننا وما نملك من أموال وقدرات وأسباب مادية ومعنوية، إننا لله، إننا لله بأموالنا، إننا لله بأنفسنا، إننا لله بشهاداتنا، إننا لله بقيمنا، إننا لله بعزتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى بين لنا قضية في سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا يا الله؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها المؤمنون، بين لنا القرآن الكريم أن مجتمع الإسلام كان بين قوتين عظيمتين، بين فارس والروم، والصراع سيستمر لأنهم يمتلكون أسباب القوة المادية والمخلص للمؤمنين في أن يتمسكوا بالإسلام، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك ينبغي لنا عباد الله أن نعلم أن من أسباب النصر أن نأخذ بالأسباب المادية المحسوسة من أسباب القوة، وكذلك بمأرز الإيمان، فإننا نفضل عليهم عباد الله بالإيمان، فإن تركنا الإيمان وقضاياه لن نتمايز على غيرنا. وهذا ما صدقه الواقع وشهد به كثير من المشاهدين والمطلعين على القضية الفلسطينية، فإنهم لم يجدوا تفسيرا لذلك الثبات إلا الإيمان، وقد صرحوا بذلك، بل كان دافعا لهم للتساؤل لماذا يثبتون في هذه المواقف؟ لأنهم لجأوا إلى إيمانهم. عباد الله، إن الإيمان لا يعصمك من البلاء وشدته، ولكنه يعطيك طريقا حتى يطمئن قلبك وتستقر نفسك. فالصراع بين القوى ولن ينتهي، ولكن المؤمن يمتلك من الأدوات ما تمكنه من النصر بالأسباب المعنوية، وهو السبب الإيماني والقضايا التي يؤمن بها. والسبب الآخر ينبغي لنا أن نشاهد في سبب انتصار الفرس والروم قبل مجيء الإسلام. سنجد أن السبب يعود للقوة في العلم، أو القوة في المال، أو القوة في الصناعة وما يتبعها من أسلحة وغيرها. فالمؤمنون ينبغي لهم بدافع الإيمان أن يصدقوا بقضاياهم الإيمانية، وأن يتحركوا فاعلا على أرض الواقع، فيأخذوا بأسباب القوة العلمية والصناعية والاقتصادية حتى يفضلون على غيرهم فلا يتساوون معهم. لذلك عباد الله، ينبغي للمؤمنين وهم يشاهدوا ما يحصل من صراعات على أرض الواقع أن يتذكروا وعد الله، وأن يتذكروا قضاياهم الإيمانية التي يؤمنون بها. عباد الله، الإيمان لا يلغي الطبيعة البشرية وإنما يؤدبها. الإيمان لا يمحو الغرائز ولكن يهذبها. الإيمان لم يلغي عاطفة الأبوة عند نوح عليه السلام، فلما نهاه الله سبحانه وتعالى انتهى. عمر بن الخطاب شديد الطبع في الجاهلية بقي صلبا حازما في الإسلام، ولكن الفارق أن تحولت الشدة من الباطل إلى الشدة في الحق. نضعف عباد الله على أرض الواقع في بعض الأحيان ليست من ضعف إيماننا، وإنما من قساوة الأحداث من حولنا. تأملوا عباد الله موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف. لم يقل له يا محمد لماذا لم تصبر؟ لماذا أرى منك هذا الانكسار؟ وإنما أرسل إليه ملائكة تطمئنه وتصبره. كذلك نحن عباد الله، إن الإيمان لا يمنع عنا شدة البلاء
هذا يوسف عليه السلام. نستلهم من قصته أن حلاوة الإيمان تغلبت على مرارة الحياة، وحلاوة الإيمان أنسته مرارة السجن. ولنتعلم عباد الله أن الإنسان إن خان قضيته لن يهنأ ولو كان في القصور العالية، ولو كان يملك ما يملك من الأدوات المادية التي ينظر إليها الناس أنها من أسباب الفرح والسعادة واللذة في الحياة. هذا يوسف عليه السلام يعلمنا أن النصر في أن أكون في موقف الله سبحانه وتعالى الذي يحبه مني. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.